هو ده بقى فريق الوداد المغربي. يعني انت عزيزي الودادي عايز تودع بطوله دوري ابطال افريقيا، انا كنادي اهلي هنافس مين في البطوله؟ الزمالك، ومش مشارك في البطوله، مشارك في الكونفدراليه الافريقيه، ولو كان مشارك في دوري ابطال افريقيا كان من الممكن يكرر بطوله نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 ويصعد من دور المجموعات وتحدث معجزه في هذه النسخه ويلاعبني مره اخرى في نهائي البطوله. طب الزمالك مش موجود ومش مشارك مع النادي الاهلي في البطوله، وانت عزيزي الودادي اصبحت المنافس الاكبر للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، مش نادي الزمالك خالص. وانا هنا مش بتكلم كارقام وتاريخ، يمكن نادي الزمالك بيتفوق على الوداد بصفته ان نادي الزمالك حصل على 5 دوري ابطال افريقيا، في المقابل نادي الوداد المغربي حصل على 3 دوري ابطال افريقيا. ولكن انا بتكلم نيابه عن اخر 7 سنوات. عايزك تتخيل معايا كده ان في اخر 7 سنين النادي الاهلي وصل ل6 نهائيات، قدر يكسب منهم 3 بطولات، وكذلك فريق الوداد المغربي قدر يوصل 4 نهائيات في اخر 7 سنوات. وبالتالي نادي الزمالك مش هو اللي بينافسنا على بطوله دوري ابطال افريقيا، بل بالعكس فريق الوداد المغربي وليس الترجي ايضا. الوداد المغربي لعب النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2017، وكذلك في نهائي دوري ابطال افريقيا 2019 و2022 و2023. وبالتالي ما فيش منافس حاليا في القاره الافريقيه غير فريق الوداد المغربي اللي بينافس النادي الاهلي على البطوله. وبالتالي الوداد المغربي كونه يودع البطوله ما فيش منافسه. هتقول لي طب في سان داونز الجنوب افريقي اللي كسب بطوله دوري السوبر ليج بنسختها الجديده. عايز اقول لك ان فريق سان داونز هيصعد عادي من دور المجموعات، ولكن مش هيتخطى ولا هيوصل للسيمي فاينال البطوله، لان ما عندوش خبرات ان هو يوصل لنهائي البطوله كل موسم زي ما بيعمل فريق الوداد المغربي وكذلك النادي الاهلي. طب انا ليه بقول الكلام ده في التوقيت الحالي؟ لان باختصار عزيزي الاهلاوي فريق الوداد المغربي اصبحت اموره معقده للغايه بعد رحيل مدرب الوداد المغربي عادل رمزي، اللي انا شايف ان هو اتظلم وما خدش حقه، لان فريق الوداد المغربي مش بيعاني من قصه مدربين، بيعاني من قصه ان هو محتاج لعيبه سوبر من العيار الثقيل تحت قياده مدرب الوداد الجديد التونسي البنزرتي. طبعا لسه متولي القياده الفنيه، وبالتالي ما تقدرش تحكم على مدرب من اول مباراه في ظل ان هو مسك فريق الوداد المغربي في توقيت صعب للغايه، وبالتالي اصبحت الامور معقده. تقول الوداد المغربي ما زال عنده فرصه ان هو يصعد من دور المجموعات. اقول لك الوداد المغربي بيحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط وناقص له مباراتين، منهم مباراه خارج الارض مع نادي غوانج جالاكسي البتسواني. الوداد المغربي لازم يفوز في هذه المباراه، وكذلك عنده مباراه مع اسك ميموزا لازم برضه يفوز بهذه المباراه. والمناسبه المباراه هتتلعب في كازابلانكا في المغرب، وبالتالي على فريق الوداد المغربي ان هو يحسم مباراه اسك ميموزا في المغرب، وبالتالي بقى عنده 6 نقاط وينتظر تعثر سيمبا التنزاني في مباراه من المباراتين. طب هل فريق الوداد المغربي اللي ما عرفش يكسب جوانجا جالاكسي على ارضه وخسر بنتيجه 1-0 في المغرب هيقدر يكسبه في بتسوانا بره ارضه؟ مش عايز اصدمك عزيزي الوداد، يمكن الامور اصبحت شبه مستحيله. يمكن نسبه صعود فريق الوداد المغربي من دور المجموعات هي نفس نسبه صعود فريق برشلونه من دور المجموعات وصول نهائي دوري ابطال اوروبا، يعني نسبه شبه مستحيله زي ما قلت لك عزيزي الودادي. وده طبعا مش في صالح النادي الاهلي، انا عايز اشوف منافسه. هتقول لي مع الجانب الاخر النادي الاهلي ما زال لسه ما ضمنش صعوده من دور المجموعات. اقول لك النادي الاهلي اموره مش معقده زي فريق الوداد المغربي. ده بالاضافه النادي الاهلي كل موسم معودنا ان هو يصعد من دور المجموعات حتى لو بنلاعب مراكز شباب في اخر جوله. يعني النادي الاهلي كده كده زي ما كنا عارفين ومتعودين هيصعد من الجوله السادسه وهيوصل للنهائي، ولكن هيلاقي مين في النهائي؟ كنت اتمنى الاقي فريق الوداد المغربي اللي فاز عليها في 2017 وكذلك في 2022. انا طبعا فزت عليه في 2023، وبالتالي اصبح على النادي الاهلي ان هو يواجه فريق الوداد المغربي ويكسبه علشان نبقى متعادلين. ولكن انا هنا بتكلم على تنافس جماهيري، وبالفعل الوداد المغربي محتاج معجزه علشان يصعد من هذه المجموعه. ده بخلاف ان الوداد المغربي في الانتقالات الشتويه القادمه محتاج يعمل اكتر من 17 صفقه. هتقول لي ازاي؟ يعني هقول لك فريق الوداد المغربي فيه لعيبه لا تصلح انها تلعب كره قدم زي ما في النادي الاهلي برضه لعيبه لا تصلح ان هي تلعب كره قدم. وانا هنا كمشجع للنادي الاهلي ما اقصدش احبطك على الاطلاق، كنت اتمنى وجودك معانا في نهائي البطوله كالعاده. طبعا بكل تاكيد موسم كارثي لفريق الوداد المغربي اللي خسر البطوله العربيه وكذلك دوري السوبر ليج بنسختها الجديده، ومقدم مستويات مش احسن حاجه في الدوري المغربي. بالتالي على مجلس ادارته وجمهوره ان هو ينتظر الانتقالات الشتويه القادمه. هارد لك عزيزي الودادي، فداك 100 بطوله، يعني هي ما جاتش على البطولات اللي راحت بس كده. قول لي انت بقى كمشجع للنادي الاهلي وكذلك كمشجع لفريق الوداد المغربي، تفتكر الوداد المغربي ممكن يصعد من دور المجموعات في ظل تعقد المجموعه للغايه ولا لا؟